بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، الإخوة الأفاضل الأخوات الكريمات، احنا عادلنا أكثر من أسبوع نلتقوا هون في هذا المكان من أجل استرجاع هذه المدرسة ورحيل هذا المندوب لأجمع الجميع أنه أصبح غير مرغوب فيه بإقليم السمارة. وهذا ما هو على خلاف مع شخص المندوب ولا كذا، وإنما على طرق التسيير اللي يسير بها هذه المندوبية. وتواجدنا قلنا ونقولوا ونكرروا كل نهار عنه من أجل هدف واحد ومن أجل مطلب واحد، وهو رحيل مندوب الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعود هذه المدرسة مثلا تحت أيد جماعة من أهل الحل والعقد تختار لها مجموعة من طلبتنا العاطلين من إقليم السمارة. وهذا تضمنون الجهوية الموسعة، تضمنون الجهوية الموسعة اللي أعطاها لنا صاحب الجلال نصره الله في بلدنا وفي إقليمنا، وهذا حقنا مشروع وقانوني وما يقد حد ينازعنا فيه وما يقد يقول لنا حد فيه شيء. وكانت الحمد لله نشكركم على التزامكم وعلى انكم خليتوا هذه المطالب مثلا مطالب مشروعه ما دخلها اي مطلب ثاني من بلد، ولا قال فيها حد كلام ما يليق لا في مؤسسه ولا في مسؤول ولا شيء. وحقيقه نشكركم على هذا مثلا الانضباط وهذه المسؤوليه الكبيره، لانكم مثلا ناس موثوقين، ناس معروفين بالرزانه، ناس معروفين بالاستقامه، ناس معروفين في مدينتكم وفي قريتكم ومجتمع بانكم ناس لكم وزن. وكان واحنا الى حد الساعه مثلا مطلب رحيل هذا المندوب مازال ما خلق، واحنا آلينا على انفسنا ومع اخواننا الواقفين معنا عنا اللي يهتموا ولا واقفين في ذي المدينه بشكل راقي وبشكل حضري الين يرحل عنا هذا المندوب. يمكن واحنا قطعا عن وقفتنا ما هي جايه من فوق رياضه الين تفشل. بداي نطالع من القاعده وتم طالع راقبه الين تحقق هذا الهدف، ولين نتم ونزادوا يوم بعد يوم، وتم تجينا الناس كل نهار تنزاد الين تتحقق هذه الاهداف. ولكن احنا اللي ما قدرنا نفهمه عن المدينه كامله مسؤولينها وبكل شيء مثلا عنهم مجمعين على ضروره رحيل هذا الراجل، ولكن للاسف نراو مثلا عنه ما هو مرحل، وعنه هذو الصحراويين كاملين واهل الاقليم جمله واقفينهم غير حل، ما مسموع كلامهم ولا مصنت لهم ولا معطيه لهم قيمه، بل رويجيش واحد ورويجل واحد مثلا معطيه له قيمه ولا هو قاعد يخلى عنه، حتى ان انشطه نعدلوها ونمشوها لتلفزه العيون الجهويه تفوت اسبوع و10 ايام ما خطاتها، وهو يعدل نشاط برحه الاولى ويتخطى في ظرف 24 ساعه يخطوه البارح. هذا ما هو مفهوم وهذا ما هو مقبول عن تلفزه الجهويه، التلفزه الجهويه العيون عنها اللي عدت عندنا باش تتكلم باسمنا. هاي التلفزه قال لنا نهار واسست عنها راهي اللي تتكلم باسم الصحراويين وتنقل كلمه الصحراويين وتقرب كلمه الصحراويين من الاداره،
ما عدت عكسه. جاتنا هون 8 ايام هذه ما خطط لنا هذا النشاط لهون تلفزة العيون الجهويه. والبارح تعاملت معانا معايير مزدوجه. المندوب بارحه الاولى في المسجد العتيق يعدل يعني محاضره وتخطيها له البارح التلفزه. هذا ما هي مفهومه ولا هي مقصوده. وفم رساله موجهه نحن ما فهمناها. فم رساله موجهه لنا عن احنا جميعا رانا مع هذا المندوب وانتم رانا معنا معكم وعدوا اللي بغيتوا. وهذا رانا بهذا التصرف اللي تصرفت فيه تلفزة العيون الجهويه عرفنا عنها ما هي معدله لنا وعنها معدله لحد ثاني غيرنا وعنها ما تلود لمصلحتنا. هذا فهمناه. هذا فهمناه ولحقتنا الرساله وفهمناها جدا. فهمنا رساله التلفزة الجهويه جدا عن هذا التعامل اللي عدلت لنا غير لائق بنا وغير مسؤول. وعنها عرفنا عنها ما هدفها عنها تبلغ كلمتنا يعني تقرب كلمتنا من يعني من اماكن القرار ولا كذا. ولكن عندها اهداف احنا الله اعلم بها ما فهمناها. والا مثلا احنا كنا معترضين جد الاعتراض على التعامل معنا. هذا التعامل ذا هو لا تم التلفزة الجهويه صار خطاته بتقرير البارح عدلت له تم كل نهار جيت عدل له تقرير. يا غير احنا بعد وقفتنا ما هو اللي يوقفها وتصميمنا وعزمنا على وقوفنا هو الى رحيله ما له ردها رباطات تلفزة العيون الجهويه ولا تم كل نهار لا يمشوا. نقول لهم عنهم نقول لهم نتكلم عنه راه مرفوض ولا نقول لهم واقفين وقفه واحده ورانا ما نتحركين من حول اعلانات ورجال وسيب وعرس وسيبوا ومعوقين رانا ما نحاركين من حول. تتعامل معنا الدوله او لا تتعامل معنا. رانا قدام ذي المندوبيه وقدام هاي المدرسه العتيقه مدرستنا وراه ما ولي عدل فيها ما وش بغيناه وراه ما مفيدك تسمعها الدوله وتلحقنا نبغى. السلام عليكم. قولوا لها عنها قاعد نريوا عليها عنها تفتح لها مكتب في المندوبيه تلفزة العيون الجهويه تفتح لها مكتب المندوبيه الجهويه للشؤون الاسلاميه باش تنقل انشطتها وتعود ناطقه باسم المندوب. ما هو باسم المندوبيه اما المندوبيه نحن ومعادنا من اجل نحن ومن اجل مصالح نحن. ولكن تعود ناطقه باسم المندوب تعدى المكتب فم مع زره تم تنقل هذه الاخبار. اذا احنا هون وقفتنا زينه وقفتنا حضاريه وقفتنا جات من اجل لم الشمل ومن اجل جمع الكلمه ومن اجل مثلا اي حد ما يخدم الوطن ولا يخدم المواطن عنا ما نقابلينه. يا الله يا الدوله ويا المسؤولين اعرفوا عنا حد ما يخدم المواطن ولا يخدم الوطن يعود كيف ما كان يعود في الاوقاف ولا يعود في غيرها. احنا رافضينه ولا عيننا فيه. رانا بغينا حد يجينا يرفد هم المواطن. بغينا حد يجينا اللي يعود مسؤول عندنا يرفد هم المواطن ويعود ذاك اللي زين عند المواطنين يعود ناقله ونبلغوا للسلطات المختصه باش تعود لا مندوب الاوقاف وحده بل اي مسؤول في الاقليم نبغوه يعود يخدم حق من اجل الاقليم ولا هو من اجل مصلحته هو من اجل مصلحتنا احنا جميعا. واحنا جميعا رانا يد واحده ضد اي مفسد وضد اي رقاش ما يخدم الوطن والمواطن. اي واحد مسؤول ما يخدم الوطن والمواطن احنا رانا ضده ورانا يد واحده جميعا ضده. وهذا نثمنوا عاليا وقوف معنا الشيوخ القبائل الاجلاء ومستشاري الجماعات المحليه واعضاء الجهه وغيرهم كامل. هذا نثمنوهم ونثمنوا جميع اي حد وقف معنا هون من اجل احقاق هذا المطلب اللي احنا كيف متمسكين بالفرائض وجب علينا الله سبحانه وتعالى متمسكين كذلك عنا فرض علينا عنا انتم واقفين هون الى ان يعلمونا عن المندوبيه وتبدل وجا حد ثاني فلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المندوب ارحل يا المندوب رانك مالك صالح تسيير استثمار ورانك ما صالح للدوله ورانك ما تمثل الدوله ولا تمثل المواطن ولا تمثل حد. وارحل عنا المندوب والسلام عليكم. فتح حسك شو محمد يتكلم باسم
الشيوخ القبائل ونتكلم باسم راسي وباسمكم انتم، لان احنا كاملين شيء واحد. واللي متضرر منه هذه السكينه متضررين حتى احنا منه. احنا اصلا ما لنا الشر، والشر ما نبغوه ولا نبغو نديروها فرقاج قباليه هكاك، ما هي من عاداتنا لا هي من تقاليدنا. ونرحبوا بالجميع وتكلموا للفوق فوق الصوت. ومن النهار اللي من 75 الى اليوم هذا ما قد صعنا رقاج جانا من بلاد سوى هو منهم، ما قد صعناه. وغير منين نحكم ولي وننحقروا لا نصوعوا رقاج ونصوعوا غيره. هذا المندوب حقرها الصحراء كامله، وحقر السلطات اللي فيها، وحقر الجميع منتخبينها بشيوخها بعيانها بنسائها برجالها بكل شيء. وحنا يكون في علم الجميع لا سلطات ولا لغيرها. اعلنا رانا من الساعه اللي ظهرنا في ذا النوع رانا ماتلين متخليين عنه الين نحقوه. يعني راهو ما هو الا كلام ينقال ضريك واهلو ينكراو ساعه والله ونتروا واحد والله راهي ما يخالقه. راهو من ضريك مسائل تحدي، يا احنا يا هو. بغاتوا الاداره راعيه لها، بغاتنا راعينا، باش نعودوا واضحين. الثانيه لا نمشوا في نقطه اساسيه ومهمه. احنا ما طالبين بالمحال ولا طالبين المسائل التعزيزيه ذيك هي نوقفوا بها الاداره والله الدوله والله نديروا لها عثره باش ما يخلقش. لا، هذا اسهل شيء. الوزاره يبدلوا في دقيقه، الرؤساء يبدلوا في دقيقه، الانتخابات تخلق على 6 عيمان باش تجي وجوه ثانيه جديده. هذا 17 عام لا تبديل لا انتخابات لا شيء سوى شنو يعني مطروح على رؤوسنا. واحنا احنا اكبر اللي عندنا شيبنا هما اللي نقدروهم، ولا فينا واحد يقول لهم كلمه خاسره. وفوقاتنا منين نشوفوهم في زنقه نتواو مع زنقه ثانيه يجي هو يواسيهم، ما هو خالقين يمرمدهم يتكرفص عليهم. وهذا هو اللي قاع مالنا قابلين الحد اسوء هو منه. اليوم الرسائل باغي نوجهوا من هون. قلنا اولا هذا الاعتصام، هذه الوقفات، احنا ما فتنا بدينا في الاعتصامات وغير نقدوا نلحقوها الى حكينا عليها، ونقدوا نلقاو المسائل ثانيه تصعيديه اكثر من ذا. راهو نقدوا غدا ولا نهار ثاني اذا ما داها حد في الوقفه هون اللي هي درناها في بلد بعيد من الساكنه وبعيد من كذا، احتراما للمرور واحتراما لياسم المسائل الضوابط اللي قابضينها. رانا نقدوا غدا ولا نهار ثاني والله بعده نعودوا عند المندوبيه ونوقفوا فم. ونقدوا غدا ولا نهار ثاني نمشوا احنا بعد قاع كشيوخ. رانا نقدوا نمشوا غدا ولا نهار ثاني ونطرحوا عند وزاره الاوقاف في الرباط. راهي ما هي مغفوره. لا خالق شيء ما نقدروا نعدلوه. وغير احنا مسبقين ادارتنا اللي معانا وزارعين فيها ثقه ومشكوره، لانها الى حد الساعه، علاش قلت مشكوره؟ الى حد الساعه اللي في يديها عدلته. ووقفتنا ما نقال فيها شيء ما هو حقيقه ولا نطرح عليها اجرام الى حد الساعه ابدا. الى حد الساعه ادارتنا كامله ببوليسها بجندرها بمخازنيتها بعملتها بكل شيء، على مازالت تنقلل لا ذاك اللي نقولوا
ما هو محرف، وذاك اللي يقولوا ما نجاح دينه. رانا ما نجاح دينه ولنا متغمبرين ولنا مدرقين راسنا. المطلب الثاني وهو والاساسي هو رحيل هذا المندوب اللي احنا هو مات لا يشركنا شيء. اليوم اللي طالبين من الناس اللي متواجده هون وذيك ما هي متواجده هون مشكورات العدايات ومشكورين الرجال، مشكورين المنتخبون، مشكورين الشيوخ، مشكورين الصحافه. هي الاولى بعد كاع اللي ما هي كيف الصحافه اللي جاته هو يامس. نشكركم قباله ونتمناو عنكم تزيدوا في تطوير الاعلام الحقيقي، ما هو الاعلام المزور. حقا. النقطة الثانية باش يعود في الجميع عارف رانا مستمرين اليوم وغدا والنهار الثاني والعام الجاي والعيمان الجاية إلين نحققوا مطلب. راهو ما عندنا تنازل. لا يشد على حد. عندنا احنا هذا وبعد اللي واقفين كاملين. عن فينا واحد له يهدد والله له ينكره والله ينشره والله يمشي عن هاي المجموعة ما هو لو لبى لها طلبها اللي طالبها. غريب. احنا باش نوضحوا نقطة وهذه يسمحوا لي عليها الاخوان كاملين. احنا ماشيين في اطار اللي رسمت الدولة ورسم الملك وقال في خطابه وقال بفمه اعلنوا عاطي جهة موسعة جهة متقدمة لهي الأقاليم الجنوبية. إذا احنا ماشيين في ذا النهج وماشيين في ذا النوع وغير. هو هذا المندوب واللي يعاونوا واللي ماشي معاه هم اللي ضد كلام الملك وضد رسم الدولة وضد توجهاتها. وهذا ما عدلوا لهم ما هو كرهها الصحراء. راهو ما عدلوا لهم ما هو كرهها الصحراء. يختاروا لعمة عن حد من أهل الصحراء يظهر في سياسة وشنو. إذا احنا هم اللي نطبقوا السياسة، احنا هم اللي نطبقوا سياسة الدولة في الواقع. هم اللي هم ضدها. وراني نقول لكم عن ياسر ضدها من 75 إلى اليوم هذا. هو سبتها. وحنا نحملوهم المسؤولية واللي يصنت لهم والله يجمع معاهم نحملوه مسؤولية فشل كل شيء. إلى اليوم هذا. هذا رانا ما نجاح دينه وقايلينه واللي بغى يسمعوا مباشرة لفامنا يجي يوقف. رانا ما نراضين حد عن يسجل والله يكتب والله يصور والله اللي يبغى يصور شيء يصور واللي يبغى يقول فيه شيء يقولوا. رانا نحملوا المسؤولية الجميع لنا إذا ما وعد الحل بالعجلة من هون نهار الاثنين إلى ردها الله. رانا له نصعدوا من احتجاجنا. لا يعقل عن يعود إقليم كامل يطالب بحق والإدارة والدولة ووزارة الأوقاف ما تصنت لهم وتصنت لها واحد. اليوم رانا يا احنا يا هو وحده. اليوم الاقتراح ان شاء الله يوم الجمعة الصلاة قريب ونعطوا راحة ان شاء الله لماتنا واخواتنا ولباتنا واخوتنا السبت والحد ونهار الاثنين الى رضا الله. لان له نجمعوا يوم الحد هاي لجنة له يتجمع
باش نعرفوش ليه نعدلوا. خلق حل اهلا وسهلا، ما خلق حل ميعادنا هو نهار الاثنين ان شاء الله باش نقول لكم ايش ليه نعدلوا وليه نمشوا فيه القدام واخا نخلعوا عنا خيرين. يا منادل ارحل على سيدنا محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم إلى يوم الدين. أولا أشكر الجميع من كل الأصناف، أباء وأمهات وشيوخ وشباب، في هذه الوقفة التاريخية. وأشكر أيضا السيد محمد الفضلي شيخ تحديد الهوية. وعندي علماء يعني الحقيقة ما خلنا ما نقولوا، ولكن لا بد أن نشاركوا باسم الجماعة القروية الجديرية وساكنة إقليم مدينة السمارة جميعا، وإحنا كاملين له الإشارة، لأن ما كنا أعضاء من فراغ، لأن كنا أعضاء من المواطنين ومن المواطنين وإلى المواطنين. إذا نثمن عاليا هذا المجتمع المدني وشيوخ تحديد الهوية والسادة يعني المجازين والماجستير وكذا إلى آخر ذلك، وكل رجالات الصحافة وكل المجتمع المدني احنا نحيوه دون يعني استثناءات معينة. إلا نستنكروا بشدة هذا التعسف اللي واقع يعني منطقة السمارة بالخصوص، ومن خلال منطقة السمارة لساكنة الصحراء كاملة بشكل عام. والحقيقة احنا ضد كل مسألة ما تخدم الوطن وما تخدم المواطنين، وبالتالي هذه حقرة لا لأن احنا عندنا إطارات كفو وعندنا إطارات في المجتمع المدني يعني في جميع القطاعات، لا سيما منها الدينية ولا مثلا الثقافية ولا كذا، يعني عندنا وطرعات جاهزة. وهذا تحدي كبير، تحدي كبير ان ولساكنتنا وطعن كبير في مجازيننا يعني دكاترتنا الموجوده، واحنا عندنا الاطارات الكفوه اللي تسير مسائلها. وبالتالي توجيهات اللي قال السيد محمد الفضلي اللي يعني خدمت لها الدوله اسس كبيره وخدمتها على المواطن الصحراوي، هي تخديم يعني الجهويه الموسعه في اطار كبير جدا، وحنا يعني مع هذا الاطار، ولكن ضد الاقصاء وضد التهميش لاقليم الصحراء من هذا التوجه الاداري. وبالتالي نحن هذه المرافق الحيويه كامله عدلتها الدوله وعدلها سيدنا وكرسها من اجل تقريب الاداره من المواطن، ويعني يقلع المواطن كبير عبء كبير من بينه وبين الاداره وتقريبها قبال من المواطن باش تباشر حاجياته. واحنا عندنا وطور هون تنفرض علينا حقيقه، هذا مفروض علينا، هو يبعد الاداره من المواطنين اللي كرسها سيدنا احد المواطنين، واحنا ضد هذا المندوب جملة وتفصيلا. كما قال الشيخ تحديد الهوية محمد الفضلي والوطور اللي معاه، احنا ضده يا بينا والله ضدنا. ثانيا نبغي نطرح سؤال واحد، سيدنا انسى اي قرية من قرى المغرب او من مدينة من مدن المغرب او ولاية من ولايات المغرب من الرعاية السامية؟ هذا هو السؤال اللي ينطرح للوطور اللي ما تخدم مصلحة الاقليم وما تخدم مصلحة المواطن وما تخدم مصلحة المغرب. سيدنا ما انسى قرية، سيدنا ما انسى قرية، من السبيطارات، من البنية التحتية، من النقل، من الكذا، من السبيطار، من المدارس، من الكذا، وكذلك الولايات. يعقل على أن نهجروا مصالح السمارة وبلد خدمة السمارة وبلد ناس السمارة اللي تستثمر ونعطوه الخريبقة ونعطوه الفيقي؟ هذا لا يمكن ولا يعقل، ما هو مقبول، غير مقبول. لين سيدنا دار السبيطار في كل اقليم من اقاليم المغرب، ودار مدارس عتيقه في كل اقليم من المغرب، ودار كليات ودار جامعات، واسس كل اقليم اسس له مسائله. واحنا ما يمكن نرفدوا واحد من وطور السماره ونعطوه بلاصه في خريبقه، يلا عدلوا هنا والله في دار البيضاء. يعقل عن واحد يجينا احنا من طنجه ولا من العرايش ويقبض منصب اولادنا واولادنا هم مجازين وفيهم الاطارات الكفوه. هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. احنا ما قابلين ومستنكرينه، ورانا مع محمد والفضل الشيخ تحديد الهويه مع المجتمع المدني مع الناس كامله لين ينفك الاعتصام، لين احنا ما طلعنا حد وما اعطانا حد، اعطتنا الساكنه المشروعيه نتكلموا بس ما نتكلموا معاها. وهذه المشروعيه ما يقلعها منا حد وما كان حد عاطيها لنا ولا شاريها لنا، هذه عطيتها لنا مواطنين السماره واحنا معاها جند المجند حتى تحقيق مطالبها. والسلام بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، احنا أولا الصحراء عادتنا عن نحترم
علماءنا وكبارنا. وهذا المشكل اللي هي مدرسة عتيقة مست الحقيقة مست شريحة من المجتمع اللي هو العمود الفقري للمجتمع الصحراوي، مست الطالب الطفل الصغير، مست العالم، وهذا احنا ما نقبلوه. نحن خطابات ديال الملك متبعينها نقطة نقطة، ونحن أحد الرجالات اللي ماشيين معاها ونكتبوا فيها، ولأن حاجة روسنا ولأن مدرقين روسنا. نحن الدولة خدامين معاها وماشي في النهج ديالها، ولكن ما حدها ماشى في إطار الحقيقي لمصلحة المواطن الصحراوي وخصوصا منطقة السمارة. الدولة دارت ميزانيات في مدرسة عتيقة تقريبا هي أكبر مدرسة في الأقاليم الجنوبية. أكبر مدرسة عتيقة في الأقاليم الجنوبية هي ديال السمارة. المدير عادة المغرب من فاس تقريبا يقول إلى تيزنيت مدرسة عتيقة. المدارس العتيقة كيقبلوها أبناء الإقليم، المدير كيكون من ولد المنطقة، حارس عام ولد المنطقة، اللي قاري ولد المنطقة. بعض الأطر اللي هم قليلين يقدوا يجوا من مدرسة ثانية، قليل موافدين، قليل واحد جوج ثلاثة، يقدروا ثلاثة أربعة، ولكن التسيير الإداري والمسائل الحراس العامون والمعلمين هذو كيكونوا من أبناء الإقليم. نحن أبنائنا قراو، نحن 75 حنا قراو، عندنا الأطر، عندنا المجازين، عندنا الدكاترة، والدكاترة عندنا في الشريعة الإسلامية للأسف. الشريعة الإسلامية هذا المندوب عنده غير الإجازة، نحن أولادنا عندهم الدكتوراه في الشريعة الإسلامية يبطلوا راسهم على الحيط. ونحن خطابنا اليوم موجهينه للسيد الوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الله يجازيه خير عنا. هذا السيد هذا المندوب يبدلوا عنا ما تينا نشوفوه، ما خدم القضية الوطنية، ما خدم المواطن، ما خدم والو، ضد العكس، هو ضد الساكنة، ضد المجتمع المدني، ضد الدولة براسها ضدها. فتح مؤسسة بدون علاء جاب فراش وطرحه، هذا نحن ضده، ونحن نطالبوا به ونحث عليه. هو عنه يرحل عنا، وعنا هذه المؤسسة يجوها أبنائنا من خيرة أبنائنا، لا بغاو يديروها بكونكور، لا بغاو يديروها بالشواهد العليا. المهم أبنائنا يعودوا في هذه المؤسسة، ولا نجاح دينها الجهوية الموسعة. المغرب كانت فيه 16 جهة، اليوم عاد فيها 12 جهة، وبداو بأول جهة اللي تبدأ بالجهة الموسعة هي الأقاليم الجنوبية، هي العيون الداخلة قلميم. هذو الجهات الثلاثة. كيفاش هو هذا المندوب ضد خطوات ديال الملك، ضد الحكومة؟ راه ما يمكن، راه ما لا يعقل. خاصو تطبق السياسة ديال الدولة، والسياسة اللي جات في الخطاب الملك السامي الأخير في 3 مارس من 2015 خاص تطبق جملة تفصيلا. ونحن اليوم رانا مستنكرين هذا، ولين تموا في هذا المطلب، لين يتحقق ان شاء الله الهدف. ورانا معاكم، ورانا مانا كما قال محمد فضلي دايرين ندرقوا وجانا، رانا ولو يقطعوا يدينا وخرعينا، رانا ما مسؤولين يحقق هدفنا. لا اما نعودوا رجال، نعودوا الشيوخ في مستوى الشيوخ، ولا نمشوا نفذوا قاعده نرحلوا احنا هاجر. هذا هو الخير. السلام عليكم. عندي عليه الشهادة يظلم المواطنين. هذا الراجل راجل من هؤلاء الأوقاف الجوامع اللي يذنوا فيهم ويخدموا فيهم، وتنمروا وأعطاه ورقة وقال له سني هون. هذا اللي نقول راني بشهودي له، قال له سني هون. راجل ما في راسه شيء، سني له منين سنة له، قال له راناك منقص، قطع خلاصه. جينا احنا الواقش قلنا له ذا الراجل اللي قبضتو نقصتو ولا موجود، ولا قلت له ولا علمتنا به. علاش؟ شفتوا راجل كبير بوحله عبد الرحمن وبعائلته ضعيفه عائلته، ولا عندها مدخول، وخدام من 87 اللي عادوا 10 سنين اتصل به ونقزه بلا سبب، وصكك عليه النايب البرلمان الشيقر وتفاتن معاه، ولا معاه مساعده، ولا عنده انسانيه. والكلمه اللي قلت له يعاضلها لك بالجهد. وفي راس النايب سلمان هذا في روسهم، وفي راس عبد البشري هذا كامل في روسهم، وطالبوه يساعدوا يخلوا له بلاصته. والسبب اللي جاي له ما جبروا منه جواب ولا جبروا منه كلام.
وهذا ما هي حالة رئيس الأوقاف ولا هي حالة الدين ولا هي حالة المجتمع، وحد يتصل بحد ظلما وعدوانا يعود بعد ما هم من أهل الأوقاف ولا هم من أهل الدين، وجار على المواطنين متنا راي ومتنا قلة الحوار لمونك، وهذه هي الشهادة اللي عندي عليها. واقفين على الحق والقانون وعلى شقاية الدولة، رانا ما نقدوه قانون الدولة ولا نبغى حد يعدل شيء من دوننا، احنا اولاد الدولة ونعدلوا العلقة القانون والشرع. احنا نطالبوا مطالب اجتماعية لرجالنا العلماء لاولادنا عندهم مسطرة، لاولادنا القاريين لطبتنا لاجتماعنا كامل، نسائنا لاطفالنا، ونطالبوها بحقنا وبقانوننا. ما دايرينها ناترينها من دون المخزن ولا هاجمين، ونحترموا رجالنا كاملين الشيوخ وخلايف، ونحترموا عاملنا ورئيسنا وباشتنا واي راجل كامل محترمينه. يا غير نطالبوا مطالبنا في هذه المدرسه نقبضها راسنا، حق وقانون. حجانا بالخير، احنا اهله، احنا خيمة الدفء وخيمة الظل، وحد دار منا الخير والله الا ندرنا نعدلوه له، حد دار منا ما نحيط القصير نرصفه. سمعتوا ذا؟ واللي دايرين في ذا المندوب يرحل عنا يجازيه خير بالخير والإحسان. واللي خلينا ما تعرفش يرحل عنا ذا المندوب ما هو داير فينا، رانا ما لنا حاركين عند البلايده، اللاعب معطينا والله جايين عند بلده راه ما خلينا وشوف، ورانا محترمين اللي كامل خدام في الدوله، ونطالبوا لا مطالبنا، رانا ما لنا هاجمين على حد ولا قالعين من حد. ياك سمعتوا؟ واش خشمتكم يخلي كلمتكم ينصركم. باسم الشيوخ وباسم البرلمانيين وباسم المواطنين والمواطنات وباسم ساكنة السمارة العاصمة العلمية والتاريخية للأقاليم الجنوبية، وباسم المواطنين والمواطنات نطلب من الدولة ونطلب من عامل صاحب الجلالة على الإقليم التدخل السريع لحل هذا المشكل، ونطلب من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية التدخل السريع أيضا مرة ثانية، وأكبر ساكنة وأكبر تمثيلية وأكبر ساكنة وأكبر تمثيلية، وأقولها مرة ثانية، وجود السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة السمارة معنا في الأسبوع الفائت، لما يعود موجود رئيس المجلس البلدي يعني السمارة ككل في هذا المطلب، ولا يلبى وما يصنت له وزير الأوقاف ولا يصنت له ولا يدير له حد اعتبار، هذا في الحقيقة يحرجنا، وهذا ما هو زين عندنا، وهذا نحن ما نرتاحوا له. ولا حسينا بالمواطنين متضررين بشيء ما وقفنا معاهم او ما جاوبت معنا السلطات المحليه في هذا الشان، هذا ما هو زين عندنا. ورانا نلوم بالدرجه الاولى وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه لانه ما يقد يخبي هذا انتشر في الانترنت وانتشر في المواقع وانتشر في الفيسبوك، ولا عاد الدوله دايره اعتبار للمواطنين الصحراويين في الاقاليم الجنوبيه، خاصها ترد الاعتبار هذا ويرد له الوزير البال ويرد له المسؤول المحلي البال، ونعودوا باش ما نعودوا شعلة في التالي ونعودوا فوضى. نحن مجتمع سليم ويبغي السلم والشريف ولا يبغي الفوضى ولا يبغي المشاكل. نحن عندنا مطلب واضح باين
ما قلنا وزير، ما قلنا كذا، قلنا موظف خدام في مؤسسه عنه مثل صالح بها ومثل لايق بها، والمواطنين ما هم قابلينه، واكبر المواطنين رئيس مجلس بلدي قاعد معنا ما يندار له الاعتبار. اكبر مواطن واكبر مواطن شيوخ تحديد الهويه وشيوخ القبائل، واكبر مواطن الطلبه، واكبر مواطن المعطلين، واكبر مواطن الناس اللي قابضه شواهدها ونايلتها باستحقاق وقاعده مجمعه تحت جذور الحيوط وحنا نسكتوها. حاني اليوم، حاني غدا، حاني الدوله تدير، حاني الدوله تعدل، وحنا ممشي من تحتنا وحدين يخدمون الخراب. هذا خراب. أنا لا أعتبر هذا السيد أنه مسؤول، ولا أعتبره أنه في مستوى المسؤولية. هذا حرام، حرام على السلطات المحلية تتقبل هذا، حرام على الدولة تتقبل هذا. هذا مواطنين لهم الحق يخرسوا وطالبوا بحقهم. إذا الدولة يلا ترد الاعتبار، ترد لنا احنا الاعتبار كمواطنين وكناس، وفينا أطر وفينا كذا وفينا كذا، باش نتجاسموا ونتعاونوا كاملين في العمل ديالنا. وهذا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا للجميع عموما وخصوصا نساء ورجال كبيرا وصغيرا، معنا له نعبروا أكثر من تعبيرنا عنه. جاي لو كان ما هو مظلوم ولاحق فيه القضية بلاد العيد ما يعود جاي ينجر يزحف له في الطريق، أو ما كاين اللي يجيبه. هذا هو أكبر اعتبار. الخلاصة من ذا احنا راهو ما عندنا لعل يقول حد كذا وكذا ورانا عارف ذا كذا يقال، راهو ما عندنا خلفيات. اللي يبغى يقول شو يقولوا، راهو ما عندنا خلفيات، لعل رانا عارفين الحال وعارفين ذاك اللي يقولوا. راهو اللي عندنا مشي هي هاي المدرسة، وهدفنا الوحيد هذه المدرسة. رانا ما لنا بالشبتين شيء غير هاي المدرسة، ولا عندنا هم غير هاي المدرسة. وراحيل المندوب. وراني نشكر الشيوخ القبائل شكرا جزيلا موقوفهم، وقلت خوفهم، قلت رضايتهم بين الشعب، هما من الشعب ويمثلوا الشعب، وها هما إلى عاد ما يمثلوا الشعب، ها هما بين يديكم والمنتخبين وكذلك جاوا شوفوا راعيهم وقوف. والاخر الثاني ها هو تكلم، الجميع كامل تكلم، والصحافه رانا شاكرينها على موقفها معانا، مع اليشير ومع الضعيف ومع القوي ومع هذا، ما توخروا ولا خافوا ولا قالوا راهو كذا والله لا هيك كذا. اذا رانا شاكرين الجميع، ويسمحوا لنا بعض الافراد اللي بقاو تركتهم ما وغيدوا على المدرسه وقاعدين ضريك ما فطروا ولا تعشاوا بهم. هذا الموقف اللي هو صلب ومفروض علينا احنا، سواء شاب او شابه او شيباني او يشتري صغير وكذا، شو راهم كامل حابسينهم. وهذا شكرا، وهذا انتصار عظيم، وراهي هدفنا الوحيد هي هاي المدرسه. راه ما عندنا خلفيات مع هذا، وشكرا. المندوب مشي عنا. الناس اللي جات كامله هون ترانا مرحبين بها، شيوخ كبار وشيوخ قبائل ومنتخبين ونساء ورجال وغير ذلك. رانا مرحبين بكم عند هذا الموقف العظيم، هذه المدرسه العظيمه اللي هي يالتنا نموت عند بابها، اللي هي يالتنا. هذه هي كلمه الحق، هذا بد القرآن العظيم، هذا بد تدريس العلم، هذا بد العلماء من يمرضوا، هذا بد الناس اللي يصلن انها تمشي عليها الامه. هذه هي سنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واحنا مع نصره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى طريقه وعلى ما رسمنا من الله تبارك وتعالى. اليوم الله يجازيكم ويكافيكم، راكم مشكورين. واليوم نقولوا للدوله عن هذا اولادنا المجازين في هذا المعلم التاريخي، وقراوا فيه شيبوا راهم راسوا البيضاء عليهم هذيك مجمعين كامل من اجل هذه القضيه. اولادنا وبناتنا عندهم قراوا في هذا المعلم، قراوا فاس وقراوا كذا، وقراوهم العليات من السكرطيه وقراوهم كرطيه. هذا وتخلص منها الضوء والماء، هذا راهو ما هو معقول باش يجوا اطور ثانيين يعودوا ينظموا هذه المدرسه والله يعودوا يقروا فيها. سمعتوا اليوم اولادنا قروا هون
اولادنا يتوظفوا فيها، هذا اولادنا المجازين في الشريعه يتوظفوا في الشريعه ويتوظفوا في المدرسه ويسيروا هاي المدرسه، واحنا رانا عندهم ورانا ما عندهم استقرار. ما هو هون اليوم الله يجازيكم المندوب يرحل عنا، هذا المندوب رانا ما نقابل انه يرحل، هي يعني يمشي المندوب، راهم ما عنده استقرار هون وراهم ما عنده تمثيليه في الاقليم. هذه المدرسه وهذه المدرسه اللي هي معلم في التاريخ، راهي مدينه لهذا الاقليم، راهي على اسمهم وعلى شرفهم ولاولادهم والاجيال بعد اجيال، وانا لا نقراو فيها من عند اللي فوت الى ان يلحقوا فيها المستوى الفوقاني. واليوم السلام عليكم.